خلال الشوط الثاني على حساب نادي القرمة. عملية تمرير لكن لم تمر بهذه الطريقة. ممكن ثالث وهدف ثالث للكهرباء. أموري فيصل يسجل هدف ثالث للكهرباء. بدأت الأخطاء الدفاعية للقرمة تكثر في هذه اللحظات، يستغلها لاعبي الكهرباء ويسجل ثلاثية الآن للكهرباء في مرمى نادي القرم. نادي القرمة 3 الآن، فريق الكهرباء لا شيء لفريق القرم. يقلب الأمور تماما فريق الكهرباء من خلال الشوط الثاني. لاحظ الأخطاء الدفاعية. ريتشارد ارتكب ركلة جزاء والآن يرتكب خطأ ويكلف فريقه هدف ثاني، وعمل ممتاز من أموري فيصل ويفتك الكرة من أمام ريتشارد ويضعها على يسار حارس المرمى ليساجد حارس المرمى لنادي القرم. 3 الكهرباء. ثقيلة على القرم، ثقيلة جدا النتيجة على القرم. هي أكبر نتيجة للقرمة خسرها أمام الشرطة 4-0 أمام حيرة المدرب أحمد خلف والمساعد وسام طالب. في هذه الأثناء يبدو لي هناك عودة إلى الفار. لاحظ هنا الإعادة. هذا آلان أيضا دخل، آلان كاوى عمر مع فريق نادي القرمة. هل هناك خطأ لصالح نادي القرمة قبل التسجيل للهدف الثالث لفريق